كل الوصفات في حتة إلا الوصفة دي بتنزل على القلب على طول. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهي بنا نطبخ مع حنان. فلفلة جنان، شوربة ملهاش مثال، لحمة دايبة دوبان. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة، ما تحرمونيش من دعواتكم ولا من دعمكم. طيب معايا كرنبايه كبيره، كرنبايه ما شاء الله تشيل 2 كيلو رز، بس انا هعمل معاكم كيلو واحد بس. غسلتها وصفيتها كده، كرنبايه ما شاء الله يكون قلبها كده ناشف وحلو من اول واحده لاخر واحده، سليمه وزي الفل. الكرنب دلوقتي حلو واحنا في موسم الشتاء، احلى خضار. طيب بسكينه بقى كده غسلتها وصفتها زي ما قلت لكم، لاني ما بسلقها ما بغسلهاش، طالما هشتغل بيها على طول مش هفرصها ما بغسلهاش. طيب بالسكينه بقى كده شيل الورق الاخضر، اوعي ترميه. الورق الاخضر ده كنز طعم وعسل، وبتحتاجيه، بتحطيه في ارضيه الحله، بتحطيه بتحشيه. انا عن نفسي بحب طعم. طيب يلا بينا، تعالي بقى بنشيل كل ورقه ورقه. عندك حله كبيره يبقى هتسيبيها بقى ما تقطعيش فيها حاجه، لان بيبقى كلها لازقه كده ببعضها. طب ما عنديش، عندي حله كبيره هقورها، ما عنديش شيليها بقى الورق واحده واحده بقى. بس هي اصلا طريقه للكرنب، تجيبي حله وفيها نصها ميه وتقوري الكرنبايه كده زي ما انت شايفه، وتخليها كلها لحد تحت وانت بتقوري واحده واحده. مش قادره خلي اي حد يقورها لك معاكي. طيب يلا بينا، بعد ما قورتك عشان ما شاء الله تقيله، معلقه سكر خدي بالك، بتخلي اللون حلو وبتخلي فيه القرشه بتاعته كده جميل، ومعلقتين 2 ملح عشان الحله كبيره. نزلت 10 دقايق على بوسها كده، كفتها على بوس 10 دقايق، كله اتدبل. شايفين ازاي؟ ويا دوبك بقى وانا بقلبها كده بشد بقى، ما بسيبهاش 3 دقايق، بفضل املص فيه، املص 4 ب4. لو 10 كرنبات هتعمليهم وانت، والله لو 10 كرنبات هتعمليهم وانت واقفه. ليه ما بستناش بقى؟ في مصفى كده بجهز مصفى جنبي واطلع 4 ورقات على ما يتدبلوا التانيين. تعالوا نتني الورقه على 2 بس كده، واشيل العرق رول بسرعه وهي لسه سخنه، ما بغسلوش. لو هتفرزيه نزليه في ميه ساقعه وطلعيه تاني. اهو ال4 ورقات هحطهم كده جنب بعضهم. تقيسي بقى انت عايزه الصبع بتاعك قد ايه، وانا برول بقى كده. شيل العرقه خلاص، ما هدرناش منه فتفوته واحده. الكرنبايه ما شاء الله تعمل معايا 2 كيلو رز، يعني كده بالظبط بمظبوط كده. شايفين؟ بسوي بقى كده عشان يبقى الصبع حلو، والصبع بتاعنا يبقى جميل وحلو. الحجم اللي انت عايزاه، عايزه الصبع طويل الصبع قصير، دي ترجع لك انت. قطعتهم كده زي ما انتم شايفين. الفيديو طبعا بتحدث عن نفسه. في مصفى وسيبيه الصفه خالص. اهو شايفين؟ اجهز بقى، اخلص كله. خلصت ما كملتش 10 دقايق. اللحمه جبتها قطع على بعضها لان كان فيها سمين. قلت له طب سيبها على بعضها للجزار وطلع لي الحته السمينه دي خليها لوحدها، انا هستغلها. قطعتها كده شرايح. ما ينفعش، كان نفسنا اشويها بس مش انا عايزه شوربه. هقول لكم هنعملها ازاي، هتبقى مشويه وتبقى بشوربه كمان. قطعتها شرايح كده رقيقه معايا زي شايفين. الحته بقى السمينه اللي هو اداها لي دي هنزلها في الطاسه تسيح لونها، هتدينا بقى شوربه بقى جميل. دي بقى هتعمل معانا شوربه تحفه. اول ما تاخد لون معايا كده من غير سمنه ولا اي حاجه، ادي للحمه صدمه واغطي عليها بقى على نار هاديه خالص لحد ما تسرد الميه اللي فيها وتشربها تاني. بصوا بقى، ايوه كده. اغطيها بقى تبدا بقى تستوي. مقطعينها ترنشات حلقات، هتستوي معايا بسرعه قوي. بصلايه بقى، جزرايه، طماطميه واحده، ورقتين لورا، وفلفل اسود وملح، ما بحطش غير كده. طيب نزلت بميه بتغلي وهغطيها بقى. اول ما هتغلي كده على نار هاديه. تعالوا وك بقى جديده بقى اهيت، كل نقولوا ايه، مبروك يا حنان. انا عايزاكم بقى كلكم تباركوا لي على الوك الجميله دي. ربع كوبايه زيت، معلقه سمنه، بصلتين 2 مقطعاهم، معلقه توم نزلت بيها طشتها كده، توابل كزبره فلفل كمون بابريكا اللي موجوده عندك وجنزبيل، كل حاجه هنزل يجي ربع معلقه كده، وهسيب الباقي احطه في الاخر مع البصل. مع البصل مع البصل بيبقى ريحتها حلوه قوي قوي قوي. نزلت بكيلو طماطم، يبقى كيلو رز كيلو طماطم، بصلتين كبار اهو، ده كيلو طماطم. اسيبها بقى تتسبك، معلقه ملح، نص معلقه سكر، تظبط معايا الدنيا. طيب اسيبها بقى تغلي براحتها كده لحد ما بتعرفيها اتسبكت ازاي. المحشي الكرنب هو ده على ما يرام، هو ده بقى كما الكتاب يقول. خدت معلقتين 2 صلصه بس معايا. كيلو رز غسلته وصفيته ما نقعتوش، نزلت بيه في الصلصه. عرفت ازاي ان الصلصه اتسبكت؟ السمنه يعني ايه، عمت على الوش زي ما بنقول. واحده فلفل بقى بلدي سبايسي ما فيش مشكله، ورقه
ورقه نعناع، حزمه كزبره وشبت وبقدونس، نزلت بباقي التوابل، معلقه زبده بس كده، فككتها وقلبت وسبته بقى برد. تمام، حلو قوي. حله حطيت فيها نص بصلايه، طماطمايه، العروق بتاعت المحشي، كل ده بيديها طعم جميل. اخلي بقى الخلطه كده على جنب، واخد على قدي. صفيت الكرنب خالص زي ما انا هشتغل كده على طول، ما بقطعوش بقى، بقطع على قد واحده واحده. طيب هنعمل ازاي عشان الكرنبايه والصبع ما ينطلعش رز؟ احط الرز بتاعي في النص، وانا برول كده بروح زر عليه. بصي بحطه في الاول، بحطه في الطرف كده، واطبق بس احط الرز الاول في نصها في الطرف. وزي ما انتم شايفين، هو بصوا الفيديو بيتحدث عن نفسه زي ما قلت لكم كده. انا بعلم البنات، بقول للبنات الصغنن كلكم اساتذه ورؤساء قسم كمان، انا عارفاكم حبايبي وروح قلبي. اخلص بقى الكميه زي ما انتم شايفين كده، مستحيل تلاقي واحده رزايه بس. رصيت في الحله، وتعالوا في الاخر بقى بقول لكم، عشان انا قعدت ارص بقى عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. ارص بقى، اخده بالعرض وارص كله كده جنب بعض، واروح واخده عكس تاني الصوبع، عشان كل اللي بيشتكي ان المحشي مش بيستوي من النص او بيستوي من مكان لمكان، هقول لكم برده هتستوي ازاي. بصوا هرصه بقى كده خلاص، وبقفل من الاطراف علشان الرز ما يطلعش برده من بوز الصوبع. تمام، معلقتين 2 بس صلصه كده، بيديها لون حلو وبيديها طعم حلو. حطيت الطبق عشان الشوربه ما تعومش برده الصوبع. ورقه كرنب من اللي قلت لكم عليها الاخضر ده حطيتها، برده بتديها رونق كده وبتحافظ عليه. وحطيت الطبق تقيل. اول ما غلى معايا سوري، اول ما غلى هديت النار خليتها وسط. طيب وبعد ما شرب معايا ما شاء الله، اشيل بقى الورقه دي خلاص، الورقه الاخضر ده جميل، وهدي النار 10 دقايق كمان. طيب ماشي، ما بياخدش وقت. طلعت اللحمه استوت معايا، دابت بقى دوب كده خالص. طلعتها، رشيت عليها ملح وفلفل على ما اخلص. ما بتاخدش بقى وقت، ما بتقطعيها كده ما بتاخدش وقت. اديتها بس صدمه كده بمعلقه زبده على حبه بقدونس بقى كده. الله الله الله، انت اكنك شوياها، اكنك شوياها على الفحم. طعم وريحه ولون ملهوش مثال. بصوا حبه شوربه استغلينا وخدنا حبه شوربه، واكنها استوت واكنها مشويه كمان. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين معلقه الصلصه واقفه زي ما هي؟ شايفين؟ مفيش حبايه رز على صبع محشي، مفيش صبع لازق في الحل. بصوا ركزوا كده معايا، اهو اهو، بصوا ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تحرمونيش من دعواتكم ولا من دعمكم. ولو شايفين ان انا تعبت في الفيديو ده قوي قوي، وعلشان اوصل لكم كل حاجه واوصل لكم المعلومات كلها، ما تحرمونيش من دعمكم، لان الصفحه طبعا في الارض نايمه، واخده تعسيله دفيانه. بصوا الشوربه ولونها، المحشي مفلفل. بصوا اللحمه دايبه كده، دايبه. سويتها وخدت صدمه اكنك شويه. صباح الفل والهنا والسعاده، اشوف وشكم بخير في فيديو جديد، مع السلامه.